ونعم الفتونة ونعم الأخوة. السلام عليكم، ازيكم يا معلمين؟ معاكم المعلم دومة، اكبر واحد في مصر واكبر واحد في مصر سنا زي ما انتوا عارفين يا جدعان. عايش من 700 قبل الميلاد. النهارده هنحكي عن مين بقى؟ هنحكي عن اختي وحبيبتي المعلمه عزه الفحله، فتوة المغربلين والضرب الاحمر يا جدعان. واحده ست عشان وصلني كلام عيب يجي على المعلم دومة الكلام زي ده. سمعت ان حول انثى بتقول ان المعلم دومة عنصري، بيتكلم على الرجاله بس وما بيجيبش سيره الستات. لا عيب يا جدعان، معلم دومة بيقدر اي حد، والله زي ما بقول لك. بس وبعدين ازاي معلم دومة بيحبش الستات يا جدعان؟ ده انا متجوز 4 زي ما انتوا عارفين. اسمع علينا مش دين وتيتنا. ايه قصة بقى المعلمة عزة الفحلة وازاي دخلت الفتوانة واتذكرت في كتاب التاريخ؟ تعالى اما اقول لك حبيب قلب المعلم. اسمها الحقيقي ايه؟ صبحة ابراهيم علي عيسى الغندور، من مواليد الشرقية يا جدعان. جت مصر من اللي ابن عمها حسين او حسن حاجة زي كده يا جدعان، اتجوزها. خلف منها بنوتة صغيرة عسل كده اسمها نبوية. فضلوا مع بعض فترة، بس حصل ما بينهم وبين بعض مشاكل فاتطلقوا. عزيز راحت اخدة نبوية ونازلة على المغربلين، في حي الاغوات. هو اسمه حي الاغوات، هقول لك ليه دلوقتي يا جدعان. المهم فتحت هناك محل كده للغلال تاكل منه عيش هي وبتها. والله زي ما بقول لك. بس بعد فتره مين انا شافها يا جدعان وحبها؟ الحاج محمد الفحل، ما اخدت اسم الفحله منه يا جدعان. المهم شافها واتجوزها. والله زي ما بقول لك كده، اتجوزها وخلف منها بنات وولاد كتير كده يا جدعان. انتوا فاهمين الناس بتحب الخلفه في الوقت ده. اسمع علينا مش نورتيت. المهم ربنا كرمهم هما الاتنين من واسع. والله زي ما بقول لك فتحوا محلات غلال كتير وبقى عندهم عماير وبقى عندهم ركايب. والله زي ما بقول لك ركايب، طبعا مش عارفين يعني ايه ركايب يا جدعان. ما انتوا جيل تعود على الاوبر والكريم والحاجات اللي هي التكاتك والحاجات من دي. لا، الركايب دي العربيات اللي لا مؤاخذه بيجرها حمير وحسين. كان عندهم منهم كتير. كان عندهم برضو قهوه اسمها قهوه الفحل للفلاحين، على الوزن والقافيه. انتوا فاهمين الناس دي كانت بتحب برضو روقان. والله زي ما بقول لك. اسمع علينا مش جين وتيتنا. المهم الست بقى عزة كانت كانت بتحب الرياضه كده وبتحب العيال تبقى قويين. والله زي ما بقول لك، فعشان كده كانت بتلم العيال في الحاره وتخليهم يلعبوا رفع اثقال ويلعبوا رياضه. ومين بقى اللي طالع من تحت ايديها يا جدعان؟ حبيبي واخويا مختار حسين يا جدعان، بطل العالم في رفع الاثقال. عيب لما ما تكونوش عارفينه. لا يا جدعان نكبر للناس. اسمع علينا مش جين وتيتنا. المهم الست عزيزة فضلت كده لحد ما مرة عملت نوش مع الأتراك اللي في حي الأغوات. ما هم حي الأغوات كله كان أتراك، هو كان متسمي حي الأغوات على اسمه. الأغوات دول يا جدعان الرجالة اللي هم لا مؤاخذة مش رجالة، كانوا بيشتغلوا في الأصول بتاعة العثمانيين والكلام من ده. انتوا فاهمين الفترة دي في مصر كان فيه عثمانيين وأتراك كتير، عشان كده الحي ده كان بتاعهم. بس طبعا مش مع الست عزيزة. مرة جالها بقى بيقول لك جالها فلاح كده على قد حاله بيشتكي. واحد من الاتراك دول والاغوات اداله بالكرباج وقال له فلاح خسيس. قال له فلاح خسيس، تخيل اداله وهو اغا. اما لو كان راجل كان عمل فينا بس ما علينا مش دي نقطتنا. المهم الست عزة ما جاتش معاها الكلام. راحت رمى رجالتها وراحت طالعه عليهم شويه الاتراك دول، راحت ماسكاهم ضربهم منهم الراجل اللي ضرب الفلاح بالكرباج. الله زي ما بقول لك. المهم راحت بعديها للقاضي. ما الاتراك ساعتها كانوا واخدين امتيازات، انتوا فاهمين برضه محدش ينفع يجي عليه. بس طبعا مش معانا احنا المصريين. فراحت للقاضي، فالقاضي اتعصب عليها قال لها عزيزه مش عاوز اشوف وشك تاني يا عزيزه وامشي من هنا. مشيت عزيزه، بس برضه فضلت حاطه الاتراك في دماغهم وكل شويه تضربهم وتعمل معاهم نوش. فراحت للقاضي تاني، بس المره دي وهي رايحه للقاضي راحت داخله بظهرها. والله زي ما بقول لك. فالقاضي بيقول لها انت داخله كده ليه يا عزيزه بضهرك؟ قالت له يا باشا مش انت اللي قلت لي ما تجيش بوشك؟ فالقاضي ضحك يا جدعان ضحك بيقول لك هستيري ومشاه. والله زي ما بقول لك. بس على لا قدر الله لو حد فيكم يا جدعان دخل القاضي يخش بضهره، والله زي ما بقول لك يعني هيديهولك يا جدعان ويقعدك في السجن. يعني فانت تخش له بوشك عادي، عيب نكبر للناس. اسمع علينا مش دي نقطتنا. المهم بقى الست عزيزة فضلت كده في الحي برضو بمواقف ابطال ومواقف حلوة مع الناس. والله زي ما بقول لك كانت بتنصر الضعفاء كلهم حتى لو على حساب عيالها. والله زي ما بقول لك يعني مثلا مش ابنها يبقى غلطان تيجي مع ابنها، لا كانت تقف ضد ابنها وتضربه وتعلمه الادب.
شفت انت جعفر العمدة لما ضرب اخوه؟ جعفر العمدة ده اللي هو بتاع السيدة زينب، سبارتا ده يا جدعان، بتاع السيدة زينب اللي كان بيمشي بالسكس. هو دي بقى كانت بجد يا جدعان، كانت بتضرب عيالها بجد، اللي هو ايه لو حد فيها جالها غلطان. هو اللي زي ما بقول. واللي يشهد على كلامي برضو، والعراك اللي كانت بتعمله مع الاتراك ده يا جدعان مين؟ اخويا وحبيبي، اخويا وحبيبي الاستاذ محمود المليك يا جدعان. اصل هو كان قاعد في بيت من بيوتها، واتعلم منها الفتوانه والمجدعه يا جدعان، وهو اللي قال كده بنفسه. ده لو في ناس لسه ايه ما بتصدقش في كلام المعلم دومة. بس ما علينا، مش دي نقطتي. المهم ايه، الست عزة ما سكتتش على كده. انت تفتكريش اللي الدور الوطني خلاص على كده؟ لا، دي ضربت برضو الانجليز. والله زي ما بقول لك ضربت الانجليز. ليه بقى؟ الانجليز بيقول لك كانوا بيسكروا يا جدعان بالليل كده، ويجي ليهم الصبح يروحوا ايه داخلين على حمامات العميه. مش حمامات العميات دلوقتي، لا، حمامات العميه بتاعت زمان ده يا جدعان، اللي الستات كانت بتقعد تستحمى فيها يا جدعان مع بعض والكلام من ده. بس ما علينا، مش دي نقطتي. كانوا بيخشوا ليه بقى؟ كانوا بيخشوا عشان يتحرشوا بيهم. والله زي ما بقول لك. فالست عزة ما جاتش معاها الكلام ده سيك. فقالت تعمل لهم كمين جوه الحمام وبره. عشان تعلم عليهم. طبعا شايفكوا اللي بتقولوا انت كنت فينا معلم، ليه انت ما دافعتش على الستات؟ ده عيب يا حبيب قلب المعلم. انا فهمتك مليون مره، المعلم بيفهم في الاصول. الانجليز كانوا بيسمعوا اسم المعلم بيجروا يا جدعان، في عيب. بس المعلم ساعتها كان في الحرب العالميه يا جدعان، العالم كان هيتدمر. فالمعلم كان بيخلص ما بين الدول. برضو المعلم تقيل يا جدعان، عيب نكبر للناس. بس ما علينا، مش دي نقطتنا. المهم راحت عامله لهم كمين ايه جوه الحمام وبره. الانجليز دخلوا كده الحمام عشان يتحرشوا بالستات، راحوا الرجاله بتاعت عزال الفحله طالعين ضاربينهم. والله زي ما بقول لك ضربوهم بره، وضربوهم جوه الحمام، وضربوهم في كل حته، هنوهم يا جدعان. بس يا جدعان، وهنا بقى يبين لنا ان في ستات يا جدعان ابطال، وليها مواقف كتير مشرفه في التاريخ، وما بتبقاش محتاجه حقوق انثى ومش حقوق انثى. لا والله زي ما بقول لك، هي بنفسها بتثبت انها بيت راجل. بس ما علينا، مش دي نقطتنا. المهم بقى ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات عاوزين تسمعوا عن مين، وهديكوا بتشوفوا بنفسكم يا جدعان. معلم دوما بيجيب لكم حكايات اول مره انتوا بس اللي تسمعوها، فنكبر للناس ونجيب صحابنا يا جدعان. نجيب صحابنا ازاي بقى؟ نعمل لايك وشير وسبسكرايب، نلم صحابنا المعلمين واخواتنا. يلا يا جدعان، السلام عليكم.